قدرا سبحان الله النهارده كان الورد القرآني ليا كان عند سورة الأحقاف، فتوقفت الحقيقة عند الآية سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ففعلا الإنسان لما يمكن بعد سن 40 بيبقى عنده إحساس كده إنه يعني عايز يصلح مساره وعايز يعني يبتدي يعني إيه يلقي نظرة كده على حياته ويشوف إيه بالظبط، يعني هل هو ده اللي المفروض إن يقوم بيه والمفروض إن هم فعلا يبقى ده في حياته يكمله، ولا فما بالك بقى مش 40 اللي عدى 50، فأكيد هيبقى له نظرة تانية خالص بقى في الحياة يعني. طيب أنا وبقول لحضرتك بعد وفاة والدتي بالذات يعني حسيت إن أنا ممكن أقوم بدور لكل سن وله عطائه، فحسيت إن الدور ده هو الموائم ليا. شفت نفسي في مشاوير الخير دي. أنا فقدت أمي من سنوات، لكن حسيت فعلا يعني بيتم شديد بعد وفاتها، طبعا بعد وفاة الوالد أيضا مع إني كنت كبيرة مش صغيرة. فاللي بيفقد أمه وأبوه بقى من الصغر كمان يعني ما بيستشعرش بقى يعني الحنان الأبوة والأمومة شيء عظيم جدا، لأن هم ده الكنز الحقيقي للإنسان في حياته. من حظنا في الحقيقة في الجمعية ان احنا اطفالنا دول اطفال صغار كانوا رضع وابتدوا يكبروا معانا. يعني انا واحده من الناس الحقيقه اللي بأسعد بحضن اي حد فيهم، يعني هو بتحس كده بتبادل عاطفه احنا الاثنين محتاجينها. السلام عليكم. انا ببقى اكثر يعني حرمان ومحتاجه الحضن اللي فيه نقاء وفيه مصداقيه وفيه صدق وفيه براءه، مفيش افتعال، مفيش حد فيهم اطلاقا هيجري عليك ويحضنك الا لما فعلا يبقى هو حاسس ان هو مقبل عليك، يعني مفيش لسه ما تعلموش النفاق ولا الرياء وتلاقي تصرفاتهم كلها فيها تلقائيه ونقاء وبراءه. يا حبايبي ننزل نلعب كرة. يلا يعني هم دايما يتتبعوا الإحساس، يشوفوا لما حد يعمل حاجة غلط ولا حاجة أغض الطرف عنه كده يبقى ودي العقوبة، ولما يعني أشاركه في نشاطه أو كده يبقى دي بالنسبة له بتخيل إن دي مكافأة ظريفة وكده. تيجي تغير بقى تغير. أنا قدر المستطاع أنا فأم بتحاول قدر المستطاع تبقى عواطفها أولا متساوية للجميع، ما تقدرش تميز حد عن حد، لأن كلهم
حتى لو كان في بعضهم له خصوصية عندي لكن ما اظهرهاش عشان خاطر ما احرجش الاخر او ما ضايقش اخيه. طب يلا هنصلي يلا. نربيهم على اساس ان هم قدوتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتيم الام والاب ويعني اعظم البشر. فعشان كده بنحاول قدر المستطاع ان احنا يبقى حبهم لله، حبهم لسيدنا رسول الله، حبهم لبلدهم عشان يبقوا اسوياء ومتصالحين. طبعا بيروحوا يصلوا عشان يجتمعوا مع ناس عشان خاطر يبتدوا. هو اهم حاجه بنزرعها فيهم هم التعامل مع الاخر، التعامل في المجتمع بتلقائيه شديده. حسن حظي انا ان ربنا رزقني بيهم، ده رزق ورزق جميل جدا. هم اذا مر يوم من غير ما انا معاهم او اتابعهم ويدخلوا عليا زي ما حضرتك شفت كده عشان خاطر البونبوني والشوكولاته والحاجات البسيطه دي، فبحس ان انا فقدت متعه كبيره وفي حاجه كبيره ناقصاني. يعني انا اللي بسعى اليهم اكثر ما هم يمكن بيبلوني الاحساس ده. مش متخيله ان عشان كده ما ببصش ورا لما حد بيسالني يقول لي قبل الولاد دول ايه، ما بشغلش ذهني بالسؤال ده. اهلا يا هاني باشا، اهلا اهلا. عايز بونبوني؟ بونبوني من فضلك، مزاج. حاضر نجيب له البونبوني. حاضر، عيوني عيوني، مش عايزه. اتفضل اتفضل تاخد من ده. والماما حاضر. شكرا شكرا يا باشا. والله سبحانه وتعالى ربنا يعيني على حسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئه صالحه، يطلعوا كده ناس صالحين كده بيخدموا الناس ويخدموا مجتمعهم ويحبوا الدنيا ويحبوا طبعا ربنا اولا ويحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.